السلام عليكم. معاكم سلام محمد. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب يكونوا بألف خير. النهارده ان شاء الله بفضل الله هنعمل رز بسمتي بالمشروم. حاجه كده فاخر من الاخر. رز بسمتي بالمشروم ده من الحاجات تقدم في الفنادق وفي البوفيهات المفتوحه. ممكن بقى تقدميه في البيت في عزومه مع مشويات. ممكن تقدميه لولادك مع بانيه مع كفته. ممكن تقدميه لولادك من غير اي حاجة، لان المشروم غني جدا بالبروتين. يعني طبق الرز ده بالمشروم وجبة غذائية متكاملة. لو اول مرة تشوفوني اشتركوا في قناتي فضلا وليس امرا، واللايك الجميل وتعليقاتكم الجميلة، وشيروه لحبايبكم واصحابكم. قبل ما نبتدي هنسمي الله ونصلي على الرسول. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد. هنجيب حوالي كوبايتين رز بسمتي ونغسلهم وننقعهم حوالي ربع ساعة. بصلة متوسطة، طبق مشروم اللي هو 200 جرام، ونقطعه زي ما انتم شايفين كده. والبهارات 7 بهارات او بهارات مشكله وفلفل اسود بس. هنجيب معلقه سمنه او زبده مع 3 4 معالق زيت كده. وممكن تعمليه بزيت بس او بسمنه بس، يعني حسب رغبتك. وبعد كده هنجيب بصله متوسطه على قد كوبايتين الرز اللي احنا عاملينه. لو بتضعفي الكميه في اي حاجه بتضعفي كل حاجه. وهنصفر البصل يا دوبك تدبل كده تصفر صفار خفيف، وهنحط المشروم. وزي ما متعودين نقطع المشروم بالطريقة ديت. هنقلب بقى البصلة مع المشروم لحد ما المشروم كده يتبل مع البصلة وياخد يتطعم بيها اهي. بعد كده هجيب البهارات نص معلقة، يعني اهو نص معلقة فلفل، اقل من نص معلقة اهي فلفل اسود، و7 بهارات او بهارات مشكلة بس، تحطيش اكتر من كده. والملح في الاخر بقى هنحطه. حسينا ان المشروم والبصله نشفت شويه فمحتاجين زبده او زيت، زودي اللي انت عايزاه بقى. أنا حطيت حته سمنه تانية او حته زبده، وهقلب بقى لحد ايه كده ما تحسي ان المشروم كده ايه ابتدى يستوي معاكي ويتبل كويس اهو. بعد كده خلاص كده تمام. قلبته كويس اهو. اجيب بقى ايه الرز، انا طبعا مجهزاه وغسلاه وقلت لكم انا قعدته ربع ساعه اهو. شايفين لون المشروم كده اهو، ما شاء الله اللهم بارك. هو شكل ريحته تحفه مع البهارات بقى. دي نحط الرز بتاعنا. ممكن تعملي برز مصري يعني مفيش مشكله، اي رز عندك. وهنقلبهم بقى كويس جدا مع بعض كده. بردك ايه زي اكنك بتعملي رز بشعريه. رز ابيض بردك لحد ما ياخد ايه طعم المشروم كده. والبصله اللي احنا حاطينها تقلبي كام تقليبه كده كويسين اهو. وريحه البهارات كده تطلع. تبتدي بقى تحطي شويه ملح اهو، نص معلقه معلقه صغيره او نص معلقه كبيره. والملح بردك وتظبيطه ده بتاعك انتي. وكل كوبايه رز بسمتي بتاخد حوالي كوبايتين ميه اهو. ونغطيه. ولو عملتي رز مصري كل كوبايه رز مصري بتاخد كوبايه ميه. والرز بقى الميه يفضل انها تكون سخنه او دافيه يعني. بعد كده ايه هنحط بقى نغطي الرز بتاعنا. اول ما هيغلي، اول ما يغلي نغطيه. وبعد كده سيبه بقى لما يتشرب اهو. وبرضك الرز البسمتي غير الرز المصري. الرز البسمتي لما تيجي توطي عليه النار سيبي فيه شويه ميه صغيرين كده زي ما انتوا شايفين كده. ما تسيبوش ينشف خالص وبعدين توطي عليه. لازم تسيبيه فيه شويه ميه كده عشان ما يطلعش ناشف، يطلع طري. بس كده شايفينه هو ما شاء الله اهو. خلاص كده استوى. وطينا عليه النار واستنى لما يستوي. وبعد كده بقى ممكن تحطي شويه بقدونس كده قبل ما اطفي النار على طول، تديله ريحه حلوه. مش حابه ما تحطيش. بس كده اهو طفينا النار تمام كده زي الفل. الرز بتاعنا استوى، نبتدي نغرفه بقى. عايزه اقول لكم ان ريحته تحفه والله. ما محتاج انك تعملي جنبه اي لحوم، يعني هو وجبه غذائيه متكامله.
لكن بيبقى حلو مع البانيه، مع الكفتة، مع الفراخ المشوية او المحمرة او اللحمة المحمرة، بيمشي في اي حاجة يعني. عندك عزومة فيها مشويات في العيد ولا حاجة ممكن تعمليه، جميل جدا. ما شاء الله اللهم بارك. اهو، الف هنا وشفا. يا ريت بقى تعملوه وتجربوه وتشيروا لحبايبكم واصحابكم، واللي مشتركش في القناة يشترك. ونصلي على سيدنا محمد في الكومنتات، وتقولوا رأيكم، وتقولوا لي انتم من انهي بلد. بس بحبكم في الله، واستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.